يعطيكم ألف عافية. لأنه كتير بتطلبوا مني طريقة المسخن، وأنا صراحة جربت كتير طرق كلهم أذكى من بعض، بس قررت أصور لكم أسهل وأسرع طريقة. أول إشي بعمل الخلطة اللي حتبل فيها الدجاج، اللي هي عبارة عن ملح، فلفل أسمر، بهار دجاج وهيل وبابريكا وسماق وزيت زيتون ودبس رمان. كلهم بخربطهم سوا لحد ما يصيروا مثل الصوص. بتبل فيهم الدجاج منيح وبتركهم من 2 ل3، أو لو تبلت قبل بيوم خليتهم بالتلاجة بكون أحسن. هلأ بجيب بصل، يفضل يكون البصل كبير وبقطعه مكعبات كبيرة. تقريبا استخدمت من 8 ل9 بصلات كانوا كبار وقطعتهم مكعبات كبيرة. ضفت عليهم ملح وسماق، 5 معالق سماق كبار، ولو احتجت أكتر ممكن أضيف لأنه المسخن يعني أصله السماق. وضفت كمان عصير ليمونة وحركتهم سوا لحتى البصل كليته يتغطى بالسماق. وبعد هيك بضيف الدجاج اللي تبلته على الوجه. بصفت الدجاج على وجه البصل وبغطيه بورق السلفان وبدخله لفرن. لو كان فرن عادي راح يكون النار أقل من الوسط بشوي، وبياخد تقريبا ساعة ونص. لو كان الفرن غاز درجة الحرارة تقريبا من 180 ل200 بخليه. وبضيف صح كاسة مية قبل ما أغطيه بالورق السلفان. وبعد ما يطلع من الفرن باخد الدجاج على جنب. بعدين بجيب الشراك الشاورما الجاهز، طبعا ممكن تعملوه بالبيت، راح أصور لكم الطريقة لقدام. ولكن لما يكون ما معكم وقت تستخدموا خبز الشراك اللي هو تبع الشاورما الخميل، مش الشراك العادي. بغطس كل شراكة جوا خليط البصل مع الزيت مع السماق. وبعملهم على شكل طبقات، وبين كل طبقة وطبقة بضيف كمية من البصل. وعلى آخر طبقة بضيف الدجاج، وبدخلهم الفرن بس للتحمير لحتى يتحمر الدجاج وتتحمر معنا اللي هو أطراف الشراك. بشيل أطراف ورق الزبدة لحتى ما ينحرقوا. طبعا بحط تحت ورق زبدة عشان يسهل إنه نشيله ونحطه بصحن التقديم. بعد ما يطلع من الفرن بزينه باللوز وبالبقدونس وبقدمه صحتين وألف عافية.